ازيكم يا جماعة؟ لو كنت فاكر ان موبايلك هيستقبل اي او اس 19 السنة دي فخليني اقول لك انك غلطان. في الفيديو ده هنتكلم عن التغييرات الكبيرة اللي جاية في اي او اس وكمان عن شوية تسريبات جديدة وحاجات تانية مهمة. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا. اول حاجة واهم خبر طلع النهاردة وهو ان ابل ناوية تغير نظام التسمية بتاع السوفت وير لاول مرة من 15 سنة من ساعة ما غيروا الاسم من ايفون او اس 3 لاي او اس 4 سنة 2010. الكلام ده طيب ايه التغيير بقى؟ بدل لما التحديث اللي جاي يتسمى باسم اي او اس 19 هيبقى اسمه اي او اس 26. 26 كده على طول، ايوه زي سنة 26، يعني ده المقصد من اسم التحديث. ومعلومة دي جاية من مارك جورمان من بلومبيرج اللي قال ابل ناوية تعمل اكبر تغيير شامل في انظمة التشغيل حتى اسمائهم كجزء من اعادة هيكلة السوفت وير على كل اجهزتها. وبصراحة التغيير ده عجبني جدا عشان لو فكرت فيها هتلاقي ان كل نظام متلخبط وكل نظام ليه رقم غير التاني. يعني لو شفنا الايفون هتلاقيه السوفت وير باسم اي او اس 18، لو شفنا الساعة واتش او اس 11، ولو شفنا الماك هتلاقيه ماك او اس 15، ولو شفنا نظارة ابل فيجن او اس 2. فكل نظام برقم مختلف ومفيش ترابط بينهم كأن كل جهاز من شركة مختلفة. فابل قررت توحد التسمية، يعني كله هيبقى باسم او برقم واحد زي اي او اس 26 للايفون، وللساعة هيبقى واتش او اس 26، وللماك ماك او اس 26، ولنظارة ابل فيجن او اس 26، حتى الايباد ايباد او اس 26، عشان يكون في تناسق في اسماء الانظمه. والنسخه الجديده دي هيتعلن عنها في مؤتمر دبليو دبليو دي سي 2025 واللي هيكون يوم 9 يونيو. طبعا دي كلها تعتبر تسريبات بس من نوع التسريبات المؤكده وليها مصداقيه عاليه عشان جايه من مارك جورمان. وكمان اتواجد اكواد في الماك باسم ماك او اس 26، ده بيأكد الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. هيجي ناس تسأل ليه سموه اي او اس 26 وهو نازل في 2025 اصلا؟ ببساطة عشان السوفت وير بينزل في شهر سبتمبر، يعني شهر 9 اللي جاي في 2025، وبينتهي في شهر 9 2026. فلو جينا نحسب كده ان الاصدار هيقعد في 2025 بتاع 3 شهور وفي 2026 هيقعد بتاع 9 شهور، فاحنا بنتكلم ان الافضل او اللي المفروض يعني يحصل ان ابل هتسميه بالفترة اللي هيقعد فيها اكتر. زي كده العربيات لما بينزل موديل جديد في اخر السنه بيتقال عليه موديل السنه اللي بعده. يعني لو عربيه 2025 في اخر السنه هتلاقيها بتسمى مثلا بموديل السنه اللي بعدها 2026 مش 2025. نفس الكلام في نظام السوفت وير. كمان فكرة تغيير الاسم بتأكد على كل الشائعات اللي كنت بتكلم عنها الفترة اللي فاتت، وإن أبل ناوية تعمل تغيير شامل للسوفت وير من ساعة اي او اس 7، مش في الشكل ولا التصميم بس، لا كمان في التسمية عشان كل الأنظمة تكون على شكل واحد وتصميم واحد وكمان اسم واحد ورقم واحد. فالفكرة هنا إن آبل عايزة توحد كل الأنظمة دي عشان تبقى على شكل واحد، ويبقى أما تيجي تبدل الأيباد تحس إن أنت ماسك أيفون، أو أما تيجي تمسك أيفون تحس إن أنت ماسك ماك. عادي الأنظمة متقاربة مع بعض قوي، خصوصا إن هي شركة واحدة. فمفيش داعي إن نظام الماك يبقى غير نظام الأي أو إس غير نظام الساعة. هنا أيقونات دائرية، هنا أيقونات مربعة في الماك، وهكذا يعني. فاما يبقى كله على تصميم واحد هيبقى فيه ألفة وفيه تناسق في النظام وسلاسة كبيرة اما بتتنقل من نظام للتاني او جهاز للتاني. فدي يعني دي هتبقى حاجة كويسة جدا، والكلام ده قايله من 3 شهور تقريبا. بس في سؤال هنا، هل ابل ناوي تغير اسم الايفون برضه؟ ممكن يكون ايفون 2026 او ايفون 8 19 برو، احتمال، بس الموضوع مش سهل. يعني فكرة ان هو يقول ايفون 8 19 برو عشان جاي مثلا من مسمى المعالج بتاعه، بس الموضوع مش سهل. ليه بقى؟ لانه مربوط بحاجات كتيره زي التسويق والمبيعات والعلامات التجاريه، فالاسهم هتلاقيها في النازل. فدي حاجه مش بعيده وممكن تحصل، بس يعني مش وقتها دلوقتي. وده بالنسبه للتسميه المفاجاه اللي قبل او التسريبات اللي ظهرت النهارده عن اي او اس 26 بدل اي او اس 19. نيجي بقى لشويه تسريبات جديده عن اي او اس 26 ممكن تيجي، وواحده منهم مثيره قوي وجامده قوي الصراحه. ممكن نشوف تطبيق جديد للالعاب على الايفون، تطبيق كده زي تطبيق الباسورد اللي ظهر في اي او اس 18. ممكن نلاقي تطبيق للالعاب برضو. التطبيق ده عباره عن ايه؟ هيقدر يشغلك الالعاب بكفاءه عاليه، يعني الجيم مود كمان هيبقى من ضمن التطبيق ده، وهيحسن اداء اللعبه، وكمان هيفصل لك الحاجات اللي بتشتغل في الخلفيه عشان يديك اعلى كفاءه للجهاز ويشغل لك الالعاب بدون اي تقطيع او مشاكل.
كمان التطبيق ده هيعرض لك الانجازات داخل اللعبه، وكمان لوحات ومتصدرين، يعني شوف انت واصحابك مثلا هتلاقي مين اعلى نقاطه اعلى وكده على حسب اللعبه اللي انت بتلعبها، وكمان محتوى تحريري، وكمان في تواصل ما بين اللاعبين جوه التطبيق نفسه. كمان هيكون النسخه دي للماك، واللي هتقدر تشغل فيها الالعاب حتى من بره الاب ستور. كمان موقع اندرويد ايزوريتي كشف ان اي او اس 26 ممكن ينقل شريحه الاسم من الايفون للاندرويد، وده اتشاف في كود البيتا اندرويد 16. ده نظام الاندرويد 16 كشف ان في كود ترانسفير تو اندرويد، ويعني ايه النظام اللي هيحول لاندرويد؟ مفيش غير الاي او اس. ففكره ان الاي او اس هيحول شريحه الاسم بكل سهوله، اما تيجي تشتري جهاز اندرويد وعايز تحول لاندرويد ومعاك ايفون تقدر تنقل الشريحه دي على طول لجهازك الاندرويد. الموضوع ده مش موجود حاليا، بس الموضوع ده هتلاقيه مبدئيا في امريكا، وهيوصل تدريجيا لكل دول العالم. كمان سمعنا عن الشريط العائم او التنقل العائم، وده هيكون بدل الشريط الثابت اللي بيبقى في سفاري زي ما انت شايف كده، او كمان في برامج تانية زي الاعدادات و الاب ستور وبرامج كتيره. هيبقى الشريط العائم ده بدل ما هو ثابت هيبقى حر شويه وشفاف ومدي الطابع ال 3 دي، وكمان اللمعه الزجاجيه اللي بتبقى بتتاثر على حسب انت التليفون بتحركه يمين وشمال، هتبقى حاجه جميله جدا، وهنشوفها في تطبيقات زي سفاري والكاميرا والاب ستور وابل ميوزك وتطبيقات تانية كتير. كمان هنشوف تغيير في قوائم المنيو بتاع التطبيق نفسه. يعني لو دخلت على اي تطبيق سواء طرف ثالث او تطبيقات من تطبيقات ابل نفسها، بدل ما تدخل على اعدادات وتدور على حاجه معينه جوه تطبيق زي الوصول للصور او وصول لخصوصيه معينه، يعني لا، هيبقى في منيو بسيط كده تقدر تفتح فيه القائمه دي ويجيب لك الاعدادات الخاصه بالتطبيق، بدل ما تخش جوه الاعدادات وتتعب نفسك. لا، كل تطبيق هيبقى جواه الاعدادات المختصه بيه، وده هيخلي ابل تحدث التطبيقات بشكل مستمر واسرع. كمان تطبيق التقويم اللي محدش بيستخدمه متوقع ياخد تحديث ضخم من ابل عينت موظفين مخصوصين عشان يشتغلوا على تقنيات الذكاء الصناعي عشان تفهم سياق الجدول الزمني بتاعك. يعني تطبيق التقويم هيحصل عليه في اي او اس 19 تحديث ضخم جدا من حيث الشكل والتصميم، وكمان دمج الذكاء الاصطناعي فيه. نيجي بقى بخصوص الاجهزه الداعمه لاي او اس 26، هو على حسب التسريبات الاخيره وزي كل مره هو ايفون 11 لغايه ايفون 17، بس في تسريبات بتقول ان ايفون اكس اس، اكس ار، اكس اس ماكس هيدعموا التحديث، وفي ناس بتقول لا. بس يعني المصادر دي على طول بتبقى صادقه، يعني مصادر ان فعلا الايفونات اللي بتبقى نازله او الاجهزه الداعمه قبل ما بينزل المؤتمر بتكون حقيقيه. يعني في تسريبات بتقول ايفون اكس اس واكس اس ماكس واكس ار مش هيدعموا التحديث، والتسريبات دي على طول لما بتظهر قبل المؤتمر بتكون صادقه، وفعلا اما بيجي المؤتمر قبل فعلا نفس الاخبار اللي ظهرت في التسريبات. بالنسبه لمواعيد المؤتمر هيكون 9 يونيو الساعه 1 الظهر في شرق امريكا، والكلام ده يعني على حسب توقيت مصر القاهره هيبقى الساعه 7 بالليل. بعد انتهاء المؤتمر سواء بعد ساعتين او 3 هينزل اول نسخه تجريبيه من اي او اس 26 للمطورين في نفس اليوم. كمان ابل السنه دي مركزه على استقرار النظام وتسريع النظام، وكمان يقللوا من المشاكل اللي حصلت في اي او اس 18 ما تتكررش تاني. الغريبة بقى ان ابل السنة دي بتخطط تقلل عدد المميزات المعلنة وتركز على المميزات الظاهرة فقط او الجاهزة بس، ودي حاجة ممتازة الصراحة. يعني ايه بقى؟ يعني بدل ما يعرضوا في مؤتمر الدبليو دبليو دي سي اللي هو كمان خلاص اقل من اسبوعين 300 400 ميزة مثلا، ويظهر منهم 50 ميزة جاهزة زي اي او اس 18 لما حصل كده في السنة اللي فاتت، لا، هم هيعرضوا 100 ميزة، وال 100 ميزة اللي عرضوهم هم دول اللي هينزلوا بشكل مؤقت. مش هيبقى فيه يعني تحديثات اللي هي تنتظر المميزات تظهر في تحديثات مستقبليه، لا، هم اللي هيعرضوه هو ده اللي هينزل على طول في اي او اس 26. وبس كده. قول لي بقى في التعليقات، عجبتكم التسميه الجديده من اي او اس اللي هو اي او اس 26 بدل اي او اس 19؟ وكمان ممكن يتغير اسم الايفون ولا لا؟ قول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.